السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سيمانة جديدة كتاب جديد. اشنا هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تبدل دابا باش حياتك تولي سهلة وتخفف عليك؟ تقدر تكون شي حاجة اللي مرصداك من شحال هادي وقستي تبدلها، مثلا باغي تبدل الخدمة من شحال هادي، ولا ما عجبكش الوزن ديالك وباغي تنقص شي كيلوات. كاينين بعض المرات شي حوايج انت باغي ديرهم من شحال هادي وكتلقاهم مبرصدين لك راسك ومخربقين لك حياتك وهاز ليهم الهم. هذا هو السؤال اللي كيجاوب عليه غاري كيلر في الكتاب ديالو The One Thing، واللي هو الكتاب اللي غادي نلخص لكم اليوم، واللي الترجمه الحرفيه ديالو كتعني الحاجه الاساسيه او الحاجه المهمه. التساؤل ديال غاري بسيط، كلنا عندنا 24 ساعه في النهار، علاش شي ناس كتلقاهم مخرجين منها بزاف ديال الحوايج وناس اخرين كتلقاهم مغلوبين؟ من شحال هادي هو باغي يدير شي حاجه اللي مهمه بالنسبه ليه وما عمره ما خرج لها الوقت ديالها. هذا الكتاب كتبو غاري كيلر وعاونوا واحد السيد سميتو جاي باباسا في هدف انهم يبارطاجيو مبادئ النجاح اللي اكتشفوها من خلال التجارب ديالهم. غاري كيلر كاتب امريكاني ومقاول معروف في مجال العقار، كوفونداتور ديال كيلر ويليام ريالتي انترناشونال، اكبر اجونس ديال العقار في العالم من حيث العدد ديال الكليان. وجاي باباسون حتى هو كاتب امريكاني ومستثمر او انفستيسور في العقار ومحدث او كونفيرونسي، معروف باستراتيجي ديالو في اداره الوقت او لا جيستيون دو طون والانتاجيه ولا لا برودكتيفيتي. كنعتبر هذا الكتاب من توب 5 ديال الكتب اللي قريت. كنصحك تحل ودنيك مزيان، حيت بحال هاد المعلومات ما غادي تشوفها في حتى بلاصه اخرى الا في بحال هاد النوع ديال الكتب اللي هما قلال. علاش كنعتبر هذا الكتاب مهم؟ حيت العصر ديالنا عصر السربه، مشى داك الوقت ديال جالس ما عندك ما يدار، بنادم كتلقاه غير ديال راسو وعنده 50,000 حاجه خاصو يديرها، حيت الاحتياجات طلعوا مع السوشيال ميديا. انت خدام وكتشوف واحد كيتسارى في بالي، دونك حتى انت كتولي باغي تمشي لبالي وتسافر الوغ كو ما كانتش عندك هاد الفكره كاع. ولا بنادم باغي الماديات بزاف، طوموبيل، الدار، كلشي كريدي، وفي اغلب الاحيان كتلقاه مغرق راسو كريديات وما مقتنعش بهذا الشيء وعايش حياه اللي ما باغيش. ما عرفتش واش متفقين معايا ولا لا؟ هاد العصر ديال الجرجير، واللي ما عرفش ينظم وقته ويركز على شنو باغي كيبقى ديما مجرجر. وهادشي كيوصلنا لواحد المقوله فلسفيه اللي هي اجير او سوبير. اجير جات من اكسيون، يعني دوز لاكسيون وما تخليش الزمان يغلب عليك، وسوبير يعني كتعاني وكتحمل داكشي اللي كيفرض عليك المجتمع وما كتختارش شنو انت باغي دير. حاولت نلخص الكتاب ديال دو وان ثينك في 5 ديال المبادئ الرئيسيه. هاد لي برانسيب او المبادئ كيعاونوا الواحد يتكونسونطرا على الحوايج المهمه اللي هو باغي في حياته، ويحيد العجز او لا بروكراستيناسيون اللي هي تاجيل عمل اليوم الى الغد، وما يعيش حياه اللي ماشي ديالو ومأثره بالمجتمع. مشينا. الفكره الاولى هي نعرفوا فين غاديين ويكون عندنا اتجاه واضح. كاينه مقوله اللي كتقول بلا اتجاه كنوليو اعميين. فاش كتحط اهداف واضحه بحال كترسم طريق في خريطه، بحال حليتي جوجل ماب ورسمتي الطريق ديال البلاصه اللي فيها البلاصه اللي باغي توصل ليها. الطريق اللي كترسم ما خاصش يكون فيها امبوتياج وكتوصلك دغيا، وكل خطوه درتي في هذا المسار كيقربك اكثر واكثر من لوبجيكتيف فينال اللي باغي توصل ليه. كيقول لنا غاري كيلر شحال ما كان الهدف مدقق وبريسي، يعني عارف فين باغي توصل، شحال ما كتكون الطريق باينه. هذه القضيه كتجيني لوجيك وكنعاودها ديما، يعني تكون عندك اهداف واضحه، وغادي نشوفوا من بعد في الفيديو كيفاش تحطها ببساطه باش تركز عليها. ندوزو الفكره الثانيه، كيفاش تنمي الاراده ديالك. انا متاكد بلي غيكون واقع لك هذا البلان. كيكون بعض المرات عندك شي فكره اللي باغي ديرها وواخا كيكون عندك الوقت كتبقى كتماطل او كتبروكراستيني، ما كتقدرش تركز، كدوز الوقت في التليفون، كتبدا دير بزاف ديال الحوايج دقه وحده وكتحس براسك ما عندكش الموتيفاسيون باش تبدا. كيفسر لينا غاري كيلر باللي الاراده عندها حدود. الاراده عندها علاقه بالتركيز ديالك، وشحال ما درتي ديال الحوايج في النهار شحال ما الاراده ديالك كتنقص. بعض المرات راه ممكن تكون حوايج بسيطه، صاحبك عيط لك مثلا ايا مشات نص ساعه، شي واحد طلب منك شي حاجه، شي واحد طلب منك شي نصيحه، ولا تختار بين هادي وهادي، تنوض دير فوتوكوبي ولا تسكرولي في السوشيال ميديا وزيد وزيد. اي حركه درتي في النهار كتنقص من الاراده ديالك واحد شويه وكتاخذ لك الانرجي. وفاش كيجي الوقت دير الحوايج المهمه واللي نيت غادي تعطي ريزولتا واللي خاص الانرجي ديالك تكون فيها طالعه، كتلقى راسك مديموتيفي. في بلاصه ما تعطي 100% يلاه كتعطي 60 ولا 70%، وبعض المرات كتكون كافيه، بعض المرات ما كتكونش كافيه. كيقول لنا غاري بلي المعادله ديال الاراده سهله. اراده كتساوي الطاقه ديالك او الانرجي ديالك ناقص عدد القرارات اللي كتاخذ في النهار. نعطيكم واحد المثال سهل. عمركم لاحظتوا شخصيات بحال باراك اوباما، مارك زوكربيرغ ولا ستيف جوبز كيلبسوا نفس ستيل كل نهار؟ مثلا مارك زوكربيرغ اللي كريا فيسبوك صرح في واحد الانترفيو باللي كيلبس نفس ستيل كل نهار باش ايفيتي ياخذ لا ديسيزيون في الصباح على اشمل لبسه خصو يختار. بما انه عنده نفس اللبسه كيفيق الصباح ما كيفكرش، كياخذ التيشيرت والجين ديالو، كينقص عليه الجهد والطاقه اللي يقدر يستخدمهم في لي ديسيزيون اللي مهمين اكثر. اراده دايره بحال شي باتري اكسترن،
اللي كتكون مشارجيه في الصباح واللي كتبقى غاديه وكتنقص كل ما خدمتي بها. داكشي علاش خاصك تعلم تقول لا لاي حاجه ماشي مهمه واللي غادي تشتت لك التركيز ديالك على شنو اللي مهم. ندوزو الفكره الثالثه، حافظ على التركيز ديالك باش تكون فعال في الخدمه ديالك. كيقول لنا الكاتب خاصك تعرف تقسم نهارك باش دير لي طاش اللي مهمين في الاول ديال النهار، حيت تما فين كيكون التركيز طالع وهو الوقيته ديال النهار اللي عندك فيه اراده كبر. الفكره الثانيه والثالثه متعلقين، الاراده والتركيز. فراسك بلي فاش كتكون خدام في شي طاش ولا مهمه وفقدتي التركيز ديالك، غادي يخصك 20 دقيقه باش ترجع التركيز ديالك، باش تدخل في نفس النيفو ديال الكونسونطراسيون اللي كنتي فيه قبل. يعني فاش كتكون خدام وكونسونطري وكتجيك شي نوتيفيكاسيون في التليفون، راه خاصك 20 دقيقه باش ترجع لهذاك النيفو دو كونسونطراسيون اللي كنتي فيه. في المعدل في النهار العادي كيمشي لينا التركيز كل 10 حتى ل 15 دقيقه، يعني كنبقاو مركزين 10 حتى ل 15 دقيقه وكيمشي لينا التركيز. هادشي كيخلينا ندوزو الثلث ديال النهار وحنا كنحاولوا غير نرجعوا التركيز ديالنا. الفكره اللي بغا يوصل لنا الكاتب هي نحاولوا نتجنبوا اي حاجه كتشتت لينا التركيز ديالنا، واكثر حاجه كتدي لينا التركيز اليوم هي التليفون. اذا الواحد فاش يكون خدام يدير التليفون في سيلونسيو ويبعدوا عليه ويلقى حلول باش ديما التليفون يبقى بعيد. انا شخصيا كنستعمل لي زيكوتور سون فيل باش واخا نبغي نسمع شي موسيقى راه التليفون بعيد عليا وما عنديش داك الريفلكس باش ناخذه كل مره. اذا فاش كيمشي لك التركيز ما كتكونش فعال 100%، والنتيجه حتى هي ما كتكونش فعاله. كيقول لنا غاري باللي المعادله ديال النتيجه او الريزولتا هي ريزولتا ايغال كونسونطراسيون فوا افيكاسيتي، يعني شحال ما كان التركيز مزيان شحال ما النتيجه كتكون طالعه. ندوزو الفكره الرابعه، عرفت تختار المهام او لي طاش اللي مهمين بالنسبه ليك. كيقول لنا غاري بلي اكبر خطا اللي نقدروا نديرو هو نعطيو نفس الاهميه للمهام او لي طاش اللي عندنا. دير في بالك بلي الناس اللي كينجحوا هما الناس اللي كيفرقوا ما بين لي طاش المهمين ولي طاش الاخرين. هاد الناس كيكونوا كيطبقوا بلا ما يعرفوه مبدا باريتو او 20/80. قانون باريتو ولا قانون 20/80 هو واحد من المبادئ الاساسيه في علم التسيير او الماناجمنت، واللي كيقول باللي في اغلب الحالات 80% ديال النتائج كيجيو من 20% ديال الافعال ديالنا او المجهودات. بمعنى اخر بمجهود قليل تقدر توصل لنتائج اللي هما كبيره. كيفسر لينا غاري باللي قبل ما يبدا الواحد في المهام ديالو او لي طاش ديالو خاصو يعرف اشنا هما هاد 20% ديال لي طاش ولا يسيليكسيونيهم اللي كيجيبوا ليه 80% ديال لي ريزولتا. هذا القانون كنت شرحته بالديتاي قبل في الفيديو اللي كتريزومي الكتاب لا سيمين دو 4 اور او سيمانه ديال 4 سوايع، تقدر تمشي تشوفها، تري انتريسون، مهم بزاف تعرف. نعطيو مثال، تخيل باللي انت مازال كتقرا وعندك امتحان اللي خصك تبريباري ليه. في بلاصه ما تبريباري كاع داكشي اللي شفتيه في القسم، ممكن تركز على داكشي اللي كيتحط في الامتحان، حيت الامتحانات كيتعاودوا. وعلى حسب مبدا باريتو 20% ديال داكشي اللي قريتيه على طول العام هما اللي دايرين عليه اغلبيه ديال الامتحانات، حيت الامتحانات كيتعاودوا. غادي تربح وقت كبير في بلاصه اللي تراجع كلشي، يلا غادي تراجع واحد النسبه. انا بغيت نوصل لك غير الفكره ديال المبدا، الا راجعتي واحد النسبه قليله ديال الدروس هي اللي داير عليها الفيلم كامل ديال الامتحانات. اذا غادي تربح الوقت بزاف وغادي تكون فعال في المراجعه ديالك. الفكره الاخرى اللي كيدور عليها الكتاب هي لا ديسيبلين او الانضباط. علاش هاد الفكره مهمه؟ حيت الانضباط هو الحافز ديالك فاش كتصعب القضيه وكتبدا كتشك في راسك. كيقول لنا الكاتب في الكتاب خاصنا ندمجوا الانضباط في الحياه ديالنا. مثلا كتفيق خاصك تغسل وجهك، هذا نوع من الانضباط، كتولي عاده دامجها في حياتك. الا ما درتيهاش كتحس براسك ما فايقش مزيان ولا شي حاجه ناقصاك. السر ديال الانضباط هو تدخل العاده بشويه بشويه في حياتك، ماشي غير تجي وتبدل كلشي. كاين اللي كتلقاه باغي يدير سبور مثلا، تقيد في لاصال كيمشي سيمانه كل نهار، من بعد ما كيبقاش يمشي. اذا الواحد اللي بغى يدخل شي عاده في حياته، اولا يعرف علاش باغي يدخلها، وثانيا يبدا فيها بشويه بشويه باش يدمجها في حياته تدريجيا. مثلا الا رجعنا لهذا اللي باغي يدير سبور، يبدا بجوج ولا ثلاثه ديال الحصص في السيمانه حتى يبدا يولف عادي اكثر من العدد ديال الحصص. كيف ما قلت لكم في الاول، غادي نعطيك واحد البلان داكسيون او خطه عمل باش تطبق هاد 5 ديال الافكار في حياتك باش توصل لنتائج زوينه. اول حاجه اللي كتبان منطقيه هي انك تعرف فين غادي وفين باغي توصل باش تقدر توصل، وما تكونش غطالقه. الحياه بحال شي لاستيك، ما خصوش يكون مجبد بزاف وما خصوش يكون مرخي بزاف. خاصك داك الهابي ميدل او الوسط اللي تكون فيه مرتاح، وباش تلقى داك الوسط خاصك تكون عارف راسك فين غادي. كينصح الكاتب باش تكتب الاهداف ديالك على المدى الطويل وحتى التفسير علاش بغيتي توصل لهاد الاهداف. مثلا من هنا 3 سنين باغي نوصل لهاد النقطه في حياتي، نبدل البوست مثلا اللي انا فيه، نتزوج، ولا شي نقطه اللي انا باغي نوصل لها. ملي تحط فين باغي توصل، كتب من بعد الاهداف ديال هاد 3 سنين ومن بعد الاهداف ديال كل عام، وفي الاخر قسمهم للشهور. يعني كتب الاهداف ديال كل شهر ومن بعد كتب الاهداف حتى ديال السيمانات باش تكون عندك رود ماب دقيقه اللي تقدر تتبع. هادشي كيبغيك تبوزا، تاخذ واحد القهيوه، تجلس واحد الساعتين وتخمم في هادشي، حيت الا ما خديتيش الوقت لراسك شكون غادي ياخذو في بلاصتك؟
الحاجه الثانيه، بلا ما تقلب دير بزاف ديال الحوايج في دقه واحده. ديما سول راسك اشنا هي الحاجه الوحيده اللي باغي نبدل ولا نقدر ندير، وهذه هي الحاجه اللي تكونسونطر عليها باش تيفيتي تبقى مرون ومشوش بشي حاجه اللي ما باغيهاش. الحاجه الثالثه ديال هاد خطه العمل او البلان داكسيون، مني تعرف اشنا هما المهام اللي عندك او الاهداف اللي عندك، طبق هاد 5 الافكار اللي يلا هضرنا عليهم في الفيديو، ودير راسك روتين وخدم على المهام اللي عندها مردوديه كبيره، وديما فكر باللي الاراده ديالك راها كتنقص مورا اي ديسيزيون ولا اي حاجه درتي. الخلاصه هي انه ما خصكش دير بزاف ديال الحوايج، ركز على حاجه وحده اللي هي اساسيه بالنسبه لك ونضيها. وصلنا للاخر ديال الفيديو. The One Thing، واحد من احسن الكتب في التنميه الذاتيه. هذا الكتاب قريته 10 سنين هذه، وكان عنده تاثير كبير على حياتي فاش كنت طالب. دفعني نفكر اوت اوف ذا بوكس، نفلتري حياتي ونركز على اشنو باغي. ومن نهار فهمت نفرق ما بين الحوايج المهمه والحوايج اللي ثانويه بالنسبه ليا، ولات حياتي حسن على جميع المستويات. كنصح اي واحد يقرا هذا الكتاب، القرايه ديالو سهله وممتعه، انفستيسمون اللي غادي دير على راسك اللي غادي يرجع لك مئات المرات. ما تقدروش تصوروا شحال هذا الكتاب غادي يعاونكم في حياتكم، حيت فريمون جيم تشينجر. غادي نسالي هذا الفيديو بواحد الجمله من الكتاب اللي كتقول لامبورطون اي بلوز امبورطون كو تو، او المهم اهم من كل شيء. ما حد ما ركزتيش على المهم ودرتي المهم، الشيء الاخر كيبقى غير ثانوي. كنقول لكم موعدنا السيمانه الجايه في كتاب جديد. شكرا على المشاهده، كان معكم كمال.